اللي متابعيني عارفين إن أنا باحب أم خالد، باحب أم خالد ليه بقى؟ عشان أم خالد سِت مكافحة، سِت بسيطة، لذيذة، دمها خفيف، فيديوهاتها مع خالد لذيذة جدًا، plus كمان إن هي سِت ذكية، بتعرف تطوّر من نفسها، لمّا بتشوف comments ضدها أو في حاجة بتعملها مش عاجبة الناس، بتطوّر من نفسها، فطبيعي إن أنا أحبها وما شُفتش منها أي حاجة ودمها زي العسل. أنا بس عايزة أتكلم كلنا طبعًا أو أغلبية الناس اللي متابعة أم خالد عارفة الحوار بينها وبين جوزها محمد واللايف اللي هما الاتنين طلعوه وهو بيتهمها بحاجات وهي بتتهمه بحاجات. بصوا يا جماعة أنا بس عايزة أبروز حوار محمد ده في كلمتين. أي راجل هيقبل على نفسه إن ست تصرف عليه وتديله جنيه ويبقى قاعد في البيت لازم يعرف ان هو هينزل من نظرها. محدش بقى يقول ايه اصل العشره، اصل هي المفروض ما تطلعش تتكلم عليه. مبدئيا هو اللي ابتدى وطلع لايف وكان بيخبط فيها. تاني حاجه يا جماعه، هي اصلا القوامه جايه عند الراجل بالانفاق، يعني القوامه نفسها جايه من الانفاق. بما ان الرجاله ما بتعرفش في الدين غير مثنى وثلاث ورباع، وان هو يأدبهم اللي هو الضرب. هو ربنا لما قال تأدب المرأة مش تبكس لها، يعني هو تأدب المرأة اللي هو قال لك زي السواك كده، اللي هو تعمل لها كده، مش تمسك المرأة تطحنها وتقول بأدبها. ما يعني هو دي مش بطولة، لأن أنت طبيعي ان جسمانك اقوى من جسمانها، هو ربنا خلقك كده، بس ما خلقكش جسمانك اقوى من جسمانها عشان تطحنها. هو خلقك جسمانك اقوى من جسمانها عشان تقدر تساعدها في الحياه، عشان تقدر تعمل الحاجات اللي هي ما تقدرش تعملها، مش عشان تبني عضلات وتكسر المراه. ودي ما فيهاش رجوله، يعني ما فيهاش اي رجوله، لان انت تضرب واحده اضعف منك، هات حد في قوتك واضربه عشان رجولتك تبان. لكن دي مش رجوله. ربنا لما قال انه راجل حط فيه صفات معينه عشان تتحط في الرجوله. بلاش اي ست مهما كان الضغط اللي عليها انها تصرف على راجل، لان هي الطبيعه البشريه وفطرتنا بتخلينا نبص للراجل اللي بنمد ايدنا نديله جنيه ان هو اقل مننا، ومع الوقت بينزل من نظرنا. هي دي فطرتنا، هو ربنا خلقه كده قوام، قوام بالانفاق، تمام. وهي خلقها ان هي مفروض ان هو اللي يصرف عليها، فانتوا غيرتوا الطبيعه، فبقينا احنا الستات قاعدين ناخد اماكن الرجاله، وبعد كده تيجي الرجاله تزعل وتقول لك الستات بقت مسترجله. هو انتوا السبب، هو مين اللي خلانا مسترجلين؟ اما بقى فكره ان انت عشان مش عارف تعمل حاجه ومش عارف تصرف ومش عارف تشتغل ونقطع وبتاخد من مراتك فلوس فتمد ايدك عليها وتضربها عشان انت مش عارف تاخد منها فلوس، فدي بقى انت كده اتحطيت في حته تانية. يعني مش في محمد وفي ام خالد، القصه قصه مجتمع، قصه مجتمع الست فيه بتنزل. وعلى فكره انا شفت من النوعيات دي كتير، وبينزلوا وبيشتغلوا وبيطلع عينهم، والراجل قاعد ناطع وممكن يكلمها في التليفون هاتي لي سجاير وانت جايه، هاتي لي مش عارفه، ممكن يكون بيشرب، ممكن يكون بينزل يقعد على قهوه، هو مستني الست دي تتفحت ويرجع بعد كده لو هي نطقت يطحنها. اصل هو الراجل. واو، واو يا رجاله. هي دي الرجوله يا جدعان. تعرفوش من الرجوله غير ان انتوا تضربوا الستات وتاخدوا فلوسها؟ هي دي الرجوله. وما بعممش عشان ما حدش يقول ان انا بعمم، في رجاله طبعا محترمين ما يقبلش ياخد من ست فلوس، ما يقبلش مراته تصرف عليه جنيه. انا ما عنديش مشكله ان الست تساعد الراجل، دي ما عنديش مشكله فيها خالص. لو هو عامل اللي عليه وبيشتغل وهو احتاج فلوس تقف جنبه وتديله، دي ما فيهاش مشكله، بس هي شايفاه ان هو بيعمل اللي عليه. لكن نطع بطه بلدي قاعد مأنتخ مستنيها هي تنزل وتشتغل وتتفحت ويرجع هو يمد ايده وياخد. كلمني عن الرجوله عشان مش شايفاها رجوله تاجر. لكن انا مثنى وثلاث وتلاقيه شحات وبياخد من مراته فلوس يروح يتجوز برضه عليها. بجد انا مش مصدقه المجتمع.